السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال تالتة إعدادي. إن شاء الله النهاردة أبطال هنبدأ في شابتر 1 في القصة اللي على معالم عليك اللي اسمها 20,000 Leagues Under the Sea. 20,000 Leagues Under the Sea يعني 20,000 فرسخ تحت البحر، والفرسخ هو وحدة قياس كانت بتستخدم في زمان جدا تقدر بحوالي 5 كيلو. الكاتب يقصد بال20,000 فرسخ يعني حوالي 100,000 كيلو، وده دلالة على ان الكاتب هياخد معاليك وينزل تحت البحر علشان يوريك اللي عمرك ما شفته. اللي كتب القصة عالم فرنسي اسمه جول فيرن، كتبها عام 1870، يعني في منتصف القرن ال19 وانت طالع لفوق. جول فيرن ده اتسمى ابو الخيال العلمي لانه كتب عن حاجات ما كانتش موجودة في عهده وبقت موجودة بعد ما كتب عنها بسنين. قصة 20,000 Leagues Under the Sea بتبدأ معاك في نص القرن ال19، وبتقولك ان السيلرز اللي هم البحارة في كل المحيطات بقوا بيحكوا عن سترينج كريتشر، كائن غريب. الشيبس اللي هي السفن قالت انها شافت هيوج سي مونستر، شافت وحش بحري ضخم بيمشي اسرع من الحيتان وبيكسر السفن بتريبل فورس، يعني قوة رهيبة. الجرايد وصفت الموضوع ده انه ميرفلس اند تريفاينج، يعني مذهل ومرعب في نفس الوقت. والبابليك ديبيت، النقاش العام، بقى سخن جدا، يعني القصة تحولت الى رأي عام كسر الدنيا، لدرجة ان الحكومة جهزت فايج رحلة بحرية علشان يصطادوا البيست اللي هو الوحش ده. الرحلة البحرية كان لازم لها كرو، كان لازم لها طاقم عشان المهمة تقيلة، فجابوا واحد تقيل اسمه بروفيسور بارير ارنوكس. وبروفيسور بارير ارنوكس ده كان فرنش مارين ساينتست، عالم بحار فرنسي، وطالع معاه اللويال سيرفنت الخادم المخلص بتاعه اللي اسمه كونسيل، ومعاهم كانديان هاربونر صائد حيتان كندي اسمه نيد لاند. كلهم بقوا جزء من الكرو طاقم السفينة، يعني طلعوا على متن سفينة علشان يروحوا يشوفوا ايه المخلوق الغريب اللي البحارة بتتكلم عنه. الرحلة طلعت وركبوا وار شيب، يعني سفينة حربية، وفضلوا يدوروا شهور، بس للأسف ما لقوش أي حاجة، يعني دوروا without success، من غير النجاح. لكن في اللحظة الحاسمة اللي فيه السيلرز البحارة بدأوا يشكوا في الاكستنسس، الوجود بتاع الوحش ده، والناس بدأت تزهق. فجأة في ليلة ظهر لونج لون شيب، جسم طويل منور وسط الموج. الكرو طردوه ديسبريتلي بيأس وبكل قوتهم، وضربوا كانون فاير، مدافع وهاربونز، حراب صيد. فجأة المونستر لف وخبط السفينة بستيل لايك بادي، اللي جسمه زي الصلب. البروفيسور واصحابه الكومبينونز اترموا في البحر وهم بيحاولوا النجاة. سبحوا وعاموا ناحية الكائن ده، وهناك كانت الذهول كله. اكتشفوا انه مش انيمال خالص، انه مش حيوان او مخلوق زي ما كانوا متوقعين. ده مان ميد سام مارين، ده غواصة من صنع البشر بتصميم خاص جدا.
وهم واقفين فوق ظهر الغواصة الملساء دي اتفتح هاتش بها الحديد وسحبهم ناس ملامحهم غريبة انسايد الغواصة، يعني جوه الغواصة. اترموا في أوضة ضلمة لحد ما دخل عليهم شخصية هبتها ترعب، راجل طويل وعينيه كأنها شايلة أسرار المحيط كله. هو كابتن نيمو. والكابتن نيمو هو قائد الغواصة اللي الطاقم كله ركب على متن الغواصة وبعد كده دخل جوه الغواصة. كابتن نيمو قال للطاقم كله انتم دلوقتي عرفتوا السر اللي العالم كله بيدور عليه، ومن اللحظة دي انتم ما بقيتوش سجناء عندي، انتوا بقيتوا جزء من عالمي، العالم اللي مفيش بني ادمين مسموح لهم انهم يرجعوا منه للبر تاني. فجأة الستاير اللي على الشبابيك بدأت تترفع وشافوا العجب، مناظر تحت المية عمر ما عين بشر شافتها، وكنوز غرقانة وحياة تانية خالص. الكنوز الغرقانة دي كانت دلالة على مدن كان غرقانة زي مدينة أطلانتس. يا ترى ايه اللي هيحصل للبروفيسور وأصحابه وهم محبوسين مع الكابتن نيمو المجنون ده، وايه اللي مخبيه تحت اعماق المحيط؟ ده اللي هنعرفه في الفصل اللي جاي، فاستنونا.